الفئة المتوسطة تاني بقى اللي بقت ب40,000 جنيه دي. المهم بناء على آراء الشعب العظيم ال77 واحد اللي عملوا فوت فالاختيار وقع على الشاومي 17 تي بنسبة 42%، يخش بيهم مع التلقيح مواشي حلوان. او بصراحة الموبايل ده انا كنت متحمس له وكان نفسي اجربه بصراحة، فلما جات لي الفرصة ما ضيعتهاش وخسرت ضعف المبلغ اللي بخسره في كل ريفيو. صباح الفل. فعايزك تشوف الفيديو للاخر لان حقيقي كل مكون من مكونات الموبايل ده فيه مميزات حلوه قوي وفي عيوب غريبه الواحد مش فاهمها، فعايزك تركز معايا. طيب اول ما مسكت الموبايل ده لاحظت حاجه، الفريم بلاستيك، اول تضحيه. بس هي مش تضحيه، هم من يوم ما بداوا يعملوا السلسله دي والتي العادي بيجي بفريم بلاستيك، هو البرو بس هو اللي بيبقى بفريم معدن، فهو مش اكتر ماسكه بريميوم في الفئه دي لان الفئه دي فيها فريمات معدن وباسعار اقل كمان. بس اللي مش موجود في الفئه دي هو الجراب السيليكون المحترم اللي جاي معاه في العلبه، احسن من الجراب الشفاف الابيض ده. الجراب ده مدي الموبايل شكل مختلف ولذيذ، هيبقى لايق قوي على اللون الاسود منه لو لقيته. والظهر هنا مزيج من ازاز وفايبر تقريبا حلو يعني، وما بيبصمش كتير لو انت ماسكه من غير جراب. انا بصراحه احب امسكه من غير جراب كده، الموبايل خفيف في مسكه الايد مش تقيل، ووزنه متوزع كويس يعني، مربع الكاميرا ده ما بيقلبش معاك لقدام كده وانت ماسكه، فلا وزنه مظبوط بصراحه. فكويس. عندك الظهر برده في 3 كاميرات هنا بالتعاون مع لايكا، هنتكلم عنها في جزء الكاميرات قدام. وفي الفتحه الرابعه دي فيها الاي ار سنسور عشان تتحكم بموبايلك في التلفزيون والتكييف والاجهزه دي كلها. بصراحه تصميم اخره 8 من 10 عشان الفريم البلاستيك ده بس مش عاجبني يعني. تاني حاجه حسيت بقى لما مسكت الموبايل الهابتكس، موتور الفايبريشن هنا ممتاز يعني، مش عارف مثلا اقول لك انه شبه الايفون، اعرفش شبه ايه، لا هو واخد سكه لوحده كده، ليه فايبريشن احساس مختلف، وبعدين شغال مع كل حاجه محتاجه هابتكس هتحس بقى في ايدك يعني، وانت بتفتح البصمه مثلا في الاول هتحس بهزه كده خفيفه، وانت بتكتب على الكيبورد حاسس بكل حرف بتكتبه في ايدك، تقدر تتحكم في مستوى الاهتزاز ده من الاعدادات، تعليه وتقلله براحتك. ثالث حاجه بصيت على الموبايل فيها هي الشاشه، شاشه تاخد 10 من 10 مرتاح، حواف قليله ومتساويه طبعا، ويجي متركب عليها سكرينه من الشركه مش محتاج تدفع فلوس زياده، شاشه حجمها 6 و6 انش تقريبا اللي هو حجم الموبايل الحلو ده، مش كبير زي البرو خلاص، ومريحه للعين كده، مش عشان بتدعم البي دبليو ام العالي او التردد العالي اللي هو بيقلل الفليكر عشان يحمي عينك، لا الوانها نفسها مش مشبعه زياده، الوانها طبيعيه كده فمريحه للعين، حتى وانا عامل وضع التشبع من الاعدادات فلا واخد السكه الطبيعيه دي اكتر. والشاشه فيها شاربنس محترم برده بجوده 1.5 كي، طبعا بتدعم اتش دي ار 10 بلس، واعلى سطوع بتوصل ل 3500 نتس، هو سطوع حلو وكويس. انا اصلا جبت الموبايل ده العصر تقريبا فكنت محتاج بقى اعلي السطوع للاخر عشان اشوف الشاشه يعني تحت الشمس، فلا سطوعها عالي بس يعني مش اعلى سطوع، في الاونر 600 اقل منه مبلغ يعني، وسطوع اعلى عادي، وسطوع اعلى فعليا يعني، انت تحت الشمس مثلا لو هتحط ده وده فلا الاونر 600 يكسبه عادي، مش معنى كده ان السطوع هنا وحش، لا هو كويس عادي وهتشوفه تحت الشمس، بس يعني مش الشمس الحارقه انت فاهم يعني، عادي شمس محترمه كده. ومش بس انت ممكن تاخد السطوع ده، لا في سطوع اعلى كمان، في حاجه اسمها سان لايت مود، بص الاوتو برايتنس دي اقفلها هتلاقيه فتح لك حاجه اسمها سان لايت مود، ده بيعلي الاضاءه اكتر من نفس الاضاءه اللي انت عاملها يعني، لو انت عامل الاضاءه مثلا للنص فهتلاقي ان هو منورها لك اكتر النص دي. البصمه هنا مش التراسونيك اللي هي المفروض اسرع حاجه يعني، بس البصمه هنا مش بطيئه وما بتغلطش معايا خالص، شغاله كويس دايما يعني، وما عنديش اي مشكله معاها برضه. لو شاومي بتلعبها نقلل المسميات والكلام الحلو ده كله، في نفس الوقت نديك حاجه برضه ما تملش منها او انها تعيقك في شفت تعيقك دي، فهي مش التراسونيك بس في نفس الوقت مش حاجه وحشه، هي بس مكانها مترحل تحت شويه كده، ما اعرفش سابوها تحت ليه، بس تمام يعني هتتعود عليها عادي. بالنسبه لصوت الموبايل ده عندي مشكله وعندي ميزه معاه، هو صوت عالي وكويس، انا طول الوقت كنت عامله على 50% اصلا، وانت غالبا مش هتاخد بالك من المشكله دي، بس لو خدت بالك منها مره هتقعد بقى تركز معاها كل مره. بص الصوت استيريو طبعا، بس السماعه اللي فوق دي شغاله على انها سماعه مساعده بتعزز الصوت بس مش اكتر، فطول ما انت ماسك الموبايل بالطول كده انت تمام ما عندكش اي مشكله معاه، تقلب الموبايل بالعرض تحس ان الصوت جايلك من ناحيه اعلى من ناحيه، بس تفكر فتلاقي ان الموضوع مش مقتصر على المعالج، انت بتشتري باكج كامله، بتشتري موبايل كامل فيه اللي يميزه عن غيره، غير كده اصلا في زياده اسعار حصلت في كل الموبايلات ولسه هيحصل اكتر، فاحنا لنا كلام كده كده تاني عن السعر قدام، بس عشان اكون صريح معاك لو انا رايح اشتري لنفسي فانا هبعد عن النسخه ال 12 رام 256 جيجا مساحه، وهبعد عن النسخه ال 512 اكيد، النسخه اللي معايا حاليا 12 رام 256 جيجا بس سعرها حاليا مبالغ فيه، ممكن بسعرها اجيب واحد. المشكله انت لو خدت بالك منها مره هتقعد بقى كل مره تركز فيها، فيعني حاول تعديها عادي لو انت حابب الموبايل عادي. للاسف برضو الشاشه دي ما بتدعمش الاولويز اون ديسبلاي طول الوقت، اخرك كده 10 ثواني لما تضغط عليها مره وخلاص، دي ميزه موجوده في ال 17 تي برو بس، يعني ما اعرفش ايه الفرق بين الشاشتين عشان يخليها لك هنا وهنا لا، اصل مستحيل تبقى بتعمل كده عشان توفر لي البطاريه، يا عم انا حر انا عايزها تخلص واشحن الموبايل 200 مره في اليوم، لا بس انت لو جبت الموبايل ده هتشحنه مره واحده في اليوم بالكتير، البطاريه هنا كبيره 6500 ملي امبير مع شاحن 67 واط، والشاحن والوصله جايين في العلبه عادي، بطاريه كويسه، استخدام متواصل معايا العاب ببجي على اعلى اعدادات طبعا 120 فريم، لسه هنتكلم في الاداء بعدين، وطبعا تشغيل فيديو ومعلي الاضاءه بتاعته والحاجات اللي بتستهلك البطاريه دي كلها بقى وتصفح وبتاع، اخدت معايا تقريبا حوالي 7 ساعات ونص استخدام متواصل، انا على فكره خلصت البطاريه دي على يومين، هسيب لك برده السكرينات عشان تبص عليها، فكويس قوي بصراحه، معاك الشاحن برده اللي 67 واط في العلبه يشحن الموبايل معاك في اقل من ساعه، فزي الفل بصراحه. انا يعني الفتره اللي انا كنت بجرب فيها الموبايل دي كنت بشوف ناس بتشتكي بقى من
مشاكل في البطاريه، يعني انها بتخلص بسرعه بعد التحديث وكده، بس انا ما قابلتش حاجه من المشاكل دي. انا شايفها حلوه بصراحه، بس هي كهاردوير يعني هي مش اعلى بطاريه في الفئه دي، مثلا في اعلى منها عادي خالص، في بطاريات اعلى من كده وسرعات شحن اعلى من كده كمان. هو اصلا الموبايل ده ما بيلعبش على نقطه البطاريه في التسويق، هو بيلعب على الاداء والمعالج. المعالج هنا دايمنستي 8500 الترا، المعالج ده جديد ولسه ما نزلش في موبايلات كتير، وما يتقارنش بالسناب دراجون 7 جين 4 لانه هياكله، ولا يتقارن بالاكزينوس 2400 ولا 2500 حتى لا ينزل في الاس 26 اف اي لانه هيكسبهم عادي. وده اللي حمسني اصلا الموبايل ده، الواحد زهق من التكرار، فاخيرا لقيت حاجه مختلفه. المعالج ده بيلعب ببجي معاك على 120 فريم مرتاح عادي خالص، واداؤه ثابت حتى لما بيسخن هتبقى مبسوط وانت بتلعب عادي. الموبايل تبريده كويس، هو بس ممكن يبقى بيدفى شويه معاك في الاستخدام اليومي، بس مش حراره تخليه بقى يقلل اداؤه كده، لا الاداء ثابت الى حد ما يعني. المهم في الاستخدام اليومي فده وحش استخدام يومي يا باشا، مفيش حاجه هتقف قدامك ولا حاجه هتلاقيها بتقطع معاك نهائي. افتح تطبيقات كتير براحتك زي ما انت عايز وتنقل بينها براحتك، الانيميشنز والحركه مع ال 120 هرتز هنا سلسه، مفيش مشكله هتقابلها هنا خالص. المعالج ده مش محتاج تقييم المسدات، لقيت حاجه مختلفه وحاجه تبقى اداها كويس في الموبايلات المحل اللي موجوده في مصر دي. حاطط لك برده هنا كمان 12 جيجا رام في النسختين بتوع الموبايل، 256 وال 512 مساحه. طبعا النسخه ال 12 256 هي اللي انا ارشحها، يعني لو انت عايز تشتريه سعرها تقريبا 36000 حاليا، معاها هديه الساعه دي. هنتكلم عن السعر في الاخر برضو، فخليك معايا. مستخدمين برضو ذاكره تخزين نوعها سريع يو اف اس 4.1 عشان تنزل اي تطبيقات وتنقل اي ملفات بسرعه، اللي هو يعني خلاص بيقفل لك لعبه الاداء دي. انت عايز اداء في الفئه المتوسطه خلاص مش هتلاقي قدامك غير ده. حتى لو قلت لي مثلا اجيب ايفون 15 جديد ما هو بنفس السعر، ممكن انت تفكر في ايفون 15 عشان سوفت وير ابل بس مش اكتر. فالهايبر او اس هنا بصراحه دي تعتبر تقريبا اول مره اجرب هايبر او اس بعد الام اي يو اي. انا بدات يوتيوب هنا من كام سنه عشان كنت بحب امنتج بقى، اللي هو اصور اي فيديو مثلا وامنتجه على الموبايل عادي، فكنت بقعد اصور بقى في تطبيق السمات وايه احسن سيم تنزله وبتاع، وكانت الفيديوهات دي بتجيب والله مشاهدات احسن من دلوقتي. فواجهه شاومي القديمه دي كانت سبب من اسباب ان انا اكمل على يوتيوب بصراحه زمان. ما تروحش انت بس تدور على الفيديوهات دي والنبي عشان عملتها برايفت خلاص مش ناقص عبط هي. المهم الواجهه فيها انيميشنز حلوه، يعني وانت بتنزل الكنترول سنتر او النوتيفيكيشن سنتر في انيميشن مختلف مش هتشوفه كتير. الدنيا سلسه برده، الواجهه حلوه مش تقيله مش زي ما كنت فاكر يعني. وفي برده حاجه ثانيه ما اعرفش دي مشكله في شات جي بي تي ولا في ايه، بس لو دخلت على شات قديم وجيت تطلع الكيبورد عشان تكتب هتحس ان الكيبورد بتطلع بصعوبه كده، ما اعرفش دي مشكله في ايه بالظبط، على الرغم ان انت لو بتكتب في شات جديد ما فيهوش كلام قبل كده فهتطلع عادي بسرعه. فين المشكله ما اعرفش. الفكره انها بتحصل في شات جي بي تي بس، يعني لو عملتها في كلود مثلا ما عادي ما فيش مشكله معاها. يعني على فكره حاجه زي كده مش مشكله ولا حاجه تعيب الموبايل، يعني انا بس بقول لك اللي انا بقابله عشان تبقى لو جبته مثلا وحاجه زي كده ظهرت لك تبقى عارف انها مشكله عامه بقى او حاجه عامه بتظهر عند كله عادي. من الحاجات برضو اللي مش عاجباني ان انا لو عايز اغير النغمه بدل صوت النقطه بتاع الاشعارات الرخم ده، والله يعني لسه مكسر اغيره ده كله، الموضوع مش بسهوله كده. انت عايز تغيره هتدخل بقى على تطبيق السمات وتدور هناك على اشعارات وتحاول تحملها وما اعرفش ايه يا عم الحوارات دي. انت ممكن لو ما عملتش لايك وسبسكرايب تنزل تعمل، اسهل من انك تغير النغمه. بس انا باقي عناصر الواجهه تمام ما عنديش اي مشكله معاها زي الفل وسريعه على فكره، والتطبيقات بتفتح بسرعه والدنيا سلسه يعني مش وحشه. واهم حاجه بصراحه عجباني قوي قوي انه مفيش اعلانات في السوفت وير، مفيش حتى اعلان ظهر لي بالغلط، مفيش تطبيقات مثلا هتلاقيها نازله لوحدها غير التطبيقات الاساسيه العاديه اللي احنا عارفينها، وكل مميزات الاي اي اللي انت عايزها عندك برده موجوده هنا. سيركل تو سيرش مثلا، اي حاجه عايزها في الصور تشيل اي حد من الصوره والكلام ده كله موجوده وشغاله كويس وتمام. وطبعا الموبايل بيدعم تركيب شريحتين فيزيكال وبيدعم اي سيم برده لو انت عايزها، فتقدر تركب اي سيم براحتك، وان اف سي طبعا شغال، والاي ار سنسور برده لو انت محتاجه قلناها في الاول دي. الاهم بقى دلوقتي هي تجربه الكاميرات، حاطين لك مربع هنا يعني يخوفك من الموبايل وكاتبين لك لايكا وبتاع. وريني يا باشا ادائك عامل ايه. برضه من الاسباب اللي كانت مخلياني متحمس قوي للموبايل ده ان هو بيصور فيديو لوج 4K، فيديو لوج اللي هو الفيديو من غير الوان، يعني تاخد بقى انت الفيديو ده تروح على برنامج المونتاج بتاعك يا باشا تقعد تلون براحتك تطلع بفيديو احترافي. دي حاجه جايه من الكاميرات الاحترافيه ودخلت الموبايلات الفلاج شيب زي الايفون مثلا، دخلت من اول ايفون 15 برو اللي هو حاليا سعره اعلى من الموبايل ده بكتير. فانا هعمل معاك لقطه حلوه. طيب حاليا ده جت تجربه تصوير فيديو من الشاومي 17 تي من غير اي الوان خالص، لسه هاخد الفيديو الونه وبرضه اوريه لك عشان تبقى عارف ايه نظامه. حاجه زي اللوج دي انا بس حبيت اقولها لك يعني عشان تبقى عارف ايه اللي في الموبايل وايه اللي مش فيه. انت اللوج انت ممكن ما تستخدموش قوي الا لو انت مهتم بقى بالتلوين والمونتاج والكلام ده كله، انما غير كده انت اللوج بالنسبه لك ميزه اضافيه بس مش اكتر. انت اللي يهمك الفيديو العادي، فاسيب لك فيديو عادي برضه متصور في نفس المكان ده عشان تبقى عارف معالجته والالوان الفيديو عامله ازاي. طيب فدي كانت تجربه تصوير فيديو 4K 30 فريم بالشاومي 17 تي في نفس المكان بتاعنا اهو. عايزين نسمع برضه صوته، الصوت اللي طالع منه من المايك مباشره وفي ده ادي اخرة اللي يعمل اختبارات وكلام فاضي. مشكلة يا عم الموبايل وانا بحطه في الترايبود، ادي يا عم الفريم البلاستيك بص في خدشايه هنا كده حصلت بسبب الترايبود، هي خدشايه بسيطة يعني بس اوريها لك برضو في الايديت يعني
المشكله ان لسه هصور بي رول على الموبايل ده فهتظهر في التصوير. طيب خلينا بقى نركز في الكاميرات في الصور نفسها. فانت عندك الكاميرا الاماميه هنا 32 ميجا بكسل، صورها بصراحه حلوه قوي، وانا شايف ان هو واخد لوك مختلف كده في الصور، تون صور غريب كده وحلو، فعجبني بصراحه قوي، ما عنديش اي مشكله معاه. طيب بالنسبه للكاميرات الخلفيه، انت عندك هنا 3 كاميرات خلفيه بالتعاون مع لايكا. ارقام الكاميرات قدامك برضو عشان تبقى عارفها لو يهمك الكلام ده. الكاميرا التليفوتو هنا كاميرا جديده بالمناسبه، ال 5 اكس زوم نفس الموجوده في ال 17 تي برو، والكاميرا الاساسيه نفس اللي كانت موجوده السنه اللي فاتت في ال 15 تي. بالنسبه للصور فانا عاجبني قوي صور الكاميرا التليفوتو، خصوصا في العزل والبورتريه. البورتريه مظبوط بطريقه غريبه، تحديد الاطراف والشعر سواء في ال 5 اكس او اي زوم بعده مظبوط قوي. في صور متصوره ب 10 اكس ومظبوط فيها العزل ولون البشره بطريقه محترمه، حتى وانت بتعمل زوم بعيد بيعمل زوم هنا بيوصل ل 120 اكس. تدخل الاي اي في الصور بيطلعها بشكل واقعي حلو، هتتبسط باي صور هتطلع من الكاميرا التليفوتو دي. حتى بالليل الصور بيكون فيها تفاصيل حلوه بعد المعالجه. الصوره بتكون واخدها عاديه تتعالج 3 4 ثواني تطلع لك زي الفل. هو ساعات لون السما مش بيخليه باللون الطبيعي، هو بيخليه فاتح كده بطريقه غريبه، بس معالجه بقى مختلفه وخلاص. وحط في دماغك برضو الموبايل ده مش لعبته تصوير ليلي، خصوصا لو هتصور بني ادمين قدام. صور الليلي في صور بتطلع حلوه ويعرف يظبطها، وفي صور تانية لو اتحركت 2 سم في نفس الاضاءه بتضيع منك الصوره. بيحاول في صور الاشخاص يقلل الشادوز قوي على اساس انه كده يعمل لك صوره عميقه، بس بتطلع عبيطه عادي. بالنسبه للكاميرا الاساسيه صورها عاديه مش وحشه خالص، نفس ال 15 تي بتاع السنه اللي فاتت. بيعالج الصور وبيحاول انه يشبعها زياده، بس حلو. انا كنت خايف ان الصور تطلع مصفره كده زي زمان، بس يعني ده ما حصلش الحمد لله في اي تصوير بالنهار، وانا شايف تصويره كويس قوي بصراحه. حتى في الالترا وايد يعني حبيت الالترا وايد بتاعته احسن من الفيو في 70 مثلا. الصور هنا تحسها انضف كده على الرغم انه مغمقه شويه، بس نظيفه، انت فاهم. طيب هتقول لي بقى يا عم الموبايل ده مناسب لمين؟ هقول لك لو يهمك احسن اداء من موبايل ضمان محلي موجود في الفئه المتوسطه حاليا، يبقى روح للموبايل ده على طول. انت الفئه دي مليانه سناب دراجون 7 جين 4 بقى، ومبسوطين ان هم بينزلوا ب 40000 جنيه عادي. ايه يعني ليه؟ فلما ده ينزل سعره محروق مثلا بعد شويه على 34 ولا حاجه، فكويس يعني. المهم برضو السؤال اللي سالته نفسي، طب يا عم ما الرينو 16 لسه نازل من كام يوم، ما جبتوش ليه؟ على الاقل الفيديو بتاعي هيجيب ارقام حلوه. ما يهمنيش ارقام والله صعب، انا ماشي بمزاجي عادي. ممكن الرينو 16 اعمله على نزوله رينو 17 عادي خالص، بس غالبا مش هجيبه يعني لان جربت رينو 14. فكل الرينوهات اللي نزلت دي بالنسبه لي داون جريد في المعالج خصوصا، والسعر اللي عمال يعلى كمان، فده مخليها في حته رخمه معايا. برضو ما اقدرش احكم من غير ما اجرب، وغالبا مش هجرب يعني، مش هروح اخسر فيه عشان مش ناوي بصراحه. بس يعني لو في محل ناوي يبادر يسيب الرينو 16 اسبوع معايا اعمل له ريفيو وارجعه له، لو الموبايل عنده كسر زيرو يعني، عشان برضه ما يخسرش، مقابل ان اذكر اسمه في الفيديو هصيطه يعني، ما تقلقش. فلو تمام كلمني انستجرام او ايميل، اللينكات بتاعتهم تحت. بس اهم حاجه مالكش تدخل في اي كلام يتقال عن الموبايل في الفيديو، او اطلع اشتم فيه، انا حر عادي بتاعتي دي، بحيث برضه اقدر اعمل لك مقارنه بين الرينو 16 والشاومي 17 تي والفيفو في 70، بما ان احنا جربنا الحاجات دي كلها، واقول لك برضه لو انت عايز تختار تروح لمين وهتبقى واخد ايه وناقصك ايه والحاجات الحلوه دي كلها. بس يا عم انا كده خلصت، اشوفك بقى ان شاء الله في فيديو جديد. يلا سلام.